هاي ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. فيديو النهارده انتوا انتظرتوه مني كتير جدا، وكتير قوي بيدخل يسألني عن الفيديو ده. علشان كده حبيت ان انا اعمل فيديو ازاي تشتغل في روسيا من وانت في التحضيري او انت مش معاك لغة، ويبقى اعلى سعر يوصل ل40,000 روبل في الشهر. بس طبعا لو عايزين تعرفوا كل المعلومات دي ما تنسوش تكملوا الفيديو للاخر، وكمان تعملوا لايك وسبسكرايب، وكمان ما تنسوش تعملوا لي فولو على الانستا وفولو على الفيسبوك. مش هطول عليكم، يلا بينا نبدأ الفيديو. النهارده بقى انا حابه اقول لكم على شغل ممتاز وجميل جدا في روسيا، وتقدروا ان انتوا تشتغلوا زي ما قلت لكم بالتحضيري، سواء انتوا بتدرسوا تحضيري او سواء ان انتوا لسه جايين، او سواء ان انتوا مش عارفين لغه وبتدرسوا بالانجلش وحابين ان انتوا تشتغلوا في ظروف كل المعيشه دي وكمان تكسبوا مبلغ حلو. فانا النهارده جايه اقول لكم على مكان حلو تعرفوا تشتغلوا منه، وكمان هيكون اونلاين عن طريق الموبايل، ومش هيكون لا لعبه ولا هيكون اي حاجه من الحاجات اللي انتوا بتسمعوا عنها دي، ولا نصب ولا اي حاجه. الموضوع مش كده خالص. انا هخليكم تشتغلوا في بنك، بس ركزوا معايا شويه وتعالوا ركزوا في الفيديو كله، ويا ريت تسمعوا الفيديو كله 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 من اوله لاخره علشان تعرفوا ايه هي الشغلانه دي. مبدئيا علشان تشتغل الشغل ده انت محتاج حاجتين اتنين بس، وهو نت يكون عندك على الموبايل او على اللابتوب او على الكمبيوتر او على اي وسيله موجوده عندك في روسيا. وطبعا مش هراهن حد ولا حد يراهني ان كلنا في روسيا عندنا نت، لاني بنكلم اهلنا وبنكلم قرايبنا عن طريق النت. فحاجة من الحاجة المستحيلة ان انت ما يكونش عندك نت، لان كلنا هيكون عندنا نت في الوقت اللي انا بقوله. يبقى واحد، محتاج ان انت يكون عندك نت. اتنين، محتاج ان انت تتعلم كام حاجة كده بس عن النت. بس ده برضه هقول لكم ازاي، فعشان كده ركزوا معايا كويس قوي. وطبعا السؤال اللي بيدور في بالكم كتير قوي، مادام هو شغل جميل قوي ولذيذ وحلو كده، انت مش بتشتغليه ليه؟ وانت تعرف منين اللي انا مش بشتغله يعني؟ انا كل الحكايه لقيت اني حرفيا الجنيه وقع والدولار عالي في مصر، وناس كتير قوي مش عارفه تعيش هنا في روسيا، وحبيت ان انا اساعد. علشان كده حبيت اعمل الفيديو ده، علشان عارفه ان في ناس كتير قوي مش عارفه حتى تكمل في روسيا وناويه ان هي ترجع مصر، فقلت يمكن الفيديو يفيد ناس تاني. علشان كده عملته، فعشان كده كملوا الفيديو علشان تعرفوا ايه هو الشغل. طيب يا سيدي، الشغل ده مش مطلوب ان انت تصحى بدري، ولا مطلوب ان انت تطلع من البيت وتروح مشاوير، ولا حتى مطلوب ان انت تودي حاجات في اماكن انت مش عارف مكانها فين وانت لسه جديد في البلد. لا، الشغل ده مش محتاج اي حاجة من كده. متحمسين تعرفوا ايه الشغل ده؟ هقول لكم. الشغل ده يا سيدي هيكون في بنك. ايوه في بنك. وعارفه اول سؤال دار في بالكم، يعني ايه في بنك؟ انا مش معايا شهاده تجاره ولا معايا اي شهاده تخليني ان انا اشتغل في بنك. انا عارفه، متقلقوش، استنوا واحده واحده هنبدا مع بعض. اول حاجه، البنك اللي انا بقول عليه مش محتاج اي شهاده انت عاوزها، لا شهاده ثانويه عامه ولا شهاده تجاره ولا شهاده تثبت ان انت اتدربت في بنك وتعرف تشتغل، ولا اي حاجه من الحاجات دي. حتى شهاده التحضيري هو مش بيحتاجها. طيب امال هيحصل ايه؟ انت كل اللي محتاجه بس ان انت تتعلم في البنك لمدة اسبوع. وعلى فكرة، التعليم في البنك لمدة اسبوع مش هيكون ببلاش. يعني ايه مش هيكون ببلاش؟ يعني هيدوك على الفلوس على الوقت اللي انت هتتعلم فيه. ايه ده بجد؟ اه بجد، هتتعلم وهتاخد فلوس. بس ما تنسوش، انا في حاجة نسيت اقول لكم عليها، ان كمان البنك ده مش هيخليك تطلع من البيت عشان تتعلم. لا، انت هتتعلم كل ده اونلاين. ايوه، اونلاين. كل اللي هتعمله ان انت هتتعلم اونلاين، بعد كده هتمتحن امتحان بسيط جدا وهتوصل للشغل. طب اقدم ازاي او اوصل ازاي؟ وانا عارفه ان في اسئله كتير قوي بتدور جواكم، فعشان كده تعال نبدا بكام سؤال ونبدا واحده واحده علشان تفهموا الموضوع ونركز مع بعض ونعرف نبدا ازاي في الشغل ده. انا عارفه دلوقتي ان انتوا اكيد تهتوا مني ومش عارفين الموضوع ومش فاهمين حاجه، انا عارفه، فعشان كده تعال نبدا واحده واحده. مبدئيا كده يا سيدي، انت عارف ان في روسيا الروس ضعاف في الانجليش، وممكن نقول ان في ناس كتير قوي منهم مش بيعرفوا انجليش، وممكن نقول ان اللي يعرفوا انجليش بنسبه ضعيفه جدا جدا جدا. علشان كده البنك ده طالب ناس بتكون بتحكي بالانجليش. ايوه، انت ما تهيألكش، لا انت سمعت صح، ناس تكون بتحكي باللغات اجنبيه، يعني مش بس الانجليش.
يعني حتى اللغة العربية دي تعتبر لغة أجنبية في مصر، يعني انت تقدر تشتغل باللغة العربية. يعني ايه ده بجد؟ اه ده بجد. انت كل الحكاية ان انت بتكتب في استمارة تقديم اللغة او التقديم للشغل ان انت معاك لغة عربي، وفي نفس الوقت الموضوع ده مش بيغير اي حاجة، وكمان بيخليك تتقبل زيك زي اللي عارف انجلش. طب انا مش معايا عربي ولا معايا انجلش، بس انا معايا فرنساوي، اعرف ان انا اشتغل بيه؟ ايوه تعرف تشتغل بيه، لان الفرنساوي برضو يعتبر من اللغات الاجنبيه بالنسبه لروسيا، فعشان كده انت تقدر تشتغل. طب لو الماني، لو اسباني، لو اي لغه، حتى لو ايطالي برضو تقدر تشتغل. يعني اي لغه اعرفها هقدر اشتغل بيها؟ ايوه تقدر تشتغل بيها. ودي اول حاجه هيسهلها عليك الموقف، لاني يعتبر معظمنا في مصر يعرف اللغه الانجليش، مين ما يعرفهاش؟ ممكن نقول بنسبه 79% كلنا عارفين الانجليش، حتى تعلمناها في المدارس وكمان في الحضانات. مين مش عارف اللغة الإنجليزية؟ طيب بالنسبة للعربي، مين مش عارف اللغة العربية؟ احنا حتى بنحكي، حتى الفيديو ده وانت بتسمعه انت بتحكي انا بحكي عربي وانت فاهمني، يبقى معنى كده ان انت بتعرف عربي. فعشان كده استغل اللغة الأجنبية اللي انت عارفها، سواء كانت عربي او انجليش او فرنساوي او حتى ايطالي، وتعالى اشتغل في البنك. طيب انا دلوقتي عرفت ان انا محتاج نت علشان اشتغل، وكمان محتاج لغة اجنبية، ودي من الحاجة اللي قلت لكم عليها في اول الفيديو، ان انت محتاج حاجتين بس، هو نت ولغة اجنبية. وعرفنا ان حتى العربي يعتبر لغة اجنبية بالنسبة للروس، وعرفنا ان هو بيتقبل وتقدر ان انت تشتغل. طيب ما تقوليلي بالنسبة للمرتبات وبالنسبة للحاجات دي كلها وهتعامل ازاي وكل ده. تعالوا نبدأ في نقطة المرتبات، وانا عارفة ومتأكدة ان انتم منتظرين النقطة دي من اول الفيديو، فعشان كده تعالوا نبدأ بيها في التفصيل واحكي لكم ايه المرتبات او هتاخد مرتبات ازاي. طيب مبدئيا يا سيدي، نقطة المرتبات هتكون لذيذة جدا. ليه لذيذة جدا؟ لان انت بتتعامل في الساعة. طب انا ازاي هشتغل من على الموبايل او على النت وكمان هتعامل في الساعة وانا ما اعرفش اي حاجة من كل ده؟ ما تقلقش، الموضوع مش صعب قوي كده، الموضوع بسيط جدا، بس انتوا ركزوا معايا شوية. وبما انكم وصلتوا للجزء ده من الفيديو فما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، كمان ما تنسوش تعملوا لي فولو على الانستا وفولو على الفيسبوك، ويلا كملوا الفيديو. طيب المرتبات عندنا هتكون ازاي؟ المرتبات يا سيدي تصل لحد 40,000 روبل. 40,000 روبل ده بجد؟ ايوه بجد. يعني ايه 40,000 روبل؟ يعني انت تقدر تاخد في الشهر 40,000 روبل. انت مش هتاخده في السنة ولا في اليوم ولا في الاسبوع عشان انا ما اضحكش عليك، لا انت هتاخد المبلغ ده في الشهر. طيب وهل ده بجد ولا في نصب؟ لا ده بجد. انت منك للبنك اصلا بتتعامل، الموضوع مش معايا، مع البنك. طيب وبعد كده، بعد ما انا عرفت ان المرتب بتاعي هيكون ضخم، ازاي هاخده او ازاي هيتجزأ؟ تعال اقول لك واحده واحده وافهمك الموضوع حبه حبه. مبدئيا انا هسيب اللينك بتاع البنك ده تحت في اول كومنت مثبت او في الديسكربشن في صندوق الوصف. تقدروا ان انتوا تدخلوا تبصوا عليه، وكمان تدخلوا على الموقع وتكتبوا استمارات، وكل ده هنقوله في اخر الفيديو في كل التفاصيل. بس تعال نبدأ في الاول. يا ترى هو ايه البنك اللي عايز يشغل اجانب وكمان ما عندوش مانع ان هو يشغل حد مش معاه روسي؟ مستعدين للمفاجأة؟ البنك ده وهو بنك تينكوف. تينكوف، انا سمعت الاسم ده. ايوه انتوا سمعتوا الاسم ده قبل كده. بنك تينكوف ده اللي احنا حكينا عليه قبل كده، وهو البنك اللي بنحول عن طريقه لمصر. ايه ده؟ هو شغال بنظام سويفت؟ ايوه بنك تينكوف شغال بنظام سويفت، وكمان شغال بنظم كتيره قوي مش هنحكي عنها النهارده، وده مش اعلان للبنك ومش شغاله فيه للاعلانات. البنك ده بس كل الحكايه ان هو طالب اجانب للشغل، علشان كده حبيت ان انا اساعدكم واقول لكم على النقطه دي. طيب وبعد كده هعمل ايه علشان اشتغل واخد فلوس بالشكل اللي انت بتقوليه؟ هقول لكم. البنك ده بما انه شاف ناس كتير قوي اجانب جت من مصر وجت من كل دولة في العالم مش بس من مصر، سواء جت من المغرب، سواء جت من العراق، من الاردن، من كوريا، من السعودية، من اي حتة في العالم بيجوا ناس كتير قوي هنا. وعن تجربة شخصية أنا شفت ناس من إيران، من الكويت، من العراق، من كوريا، ناس كتيرة قوي من كل مدن العالم بشوفها هنا. طيب الناس دي أول ما بتيجي بتبقى زيك بالظبط مش عارفة روسي، وزي أنا كمان لما جيت. طيب ايه الحل او احنا بنتعامل ازاي؟ اغلب اللي بيجوا بيكونوا عارفين انجليش او بيكون معاهم لغة تانية، زي العرب بيكون معاهم لغة عربية، وزي الكوري اكيد بيكون عارف انجليش لانه مش هيسافر من بلده وهو مش عارف انجليش. حتى العربي بيكون عارف انجليش، وفي ناس زي المغرب والجزائر وتونس بيبقوا عارفين كمان فرنساوي. طيب انا استفدت ايه من كل ده؟
ما علشان كده البنك لما لقي ان الناس بتاعت البنك مش عارفين يتعاملوا مع الاجانب، قرر ان هو يعين اجانب، بما انهم كده كده هيفهموا بعض، وفي نفس الوقت هو عايز يوصل خدمة كويسة لعملائه. هو ما يهمهوش سواء انت اجنبي هندي سوري، هو مش مهم عنده كده. هو كل المهم عنده ان انت بس تكون تعرف توصل الزبون للرضا. هو ده اللي هو عايزه. ايوه، رضا الزبون هو ده اهم حاجة في بنك تنكوف. علشان كده فكر ان هو يشغل اجانب، وبما ان الاجانب هيفهموا بعض، واذا كنت انت مش عارف انجليش هيحولك لحد بيعرف عربي زي ما انت بتحكي بالعربي، وهتبدأ ان انت تفهمه على نظام البنك. وده البنك اللي هو عاوزه، عاوز بس يرضي العميل. طيب هو استفاد ايه؟ استفاد كتير قوي. لما يرضي العميل واحد، هيجي التاني يقول له ده انا بنك تنكوف بيحكي معايا واحد بالعربي، هيجي يرشح لواحد والواحد والواحد، واللي مش عارفين روسي هيرتاحوا في البلد، هيحس ان هو انا عارف احكي، او على الاقل عارف اقول مشكلتي. يعني مثلا البطاقه بتاعتك اتسرقت وحابب ان انت تقول للبنك يوقفها، هتقول له ازاي وانت مش عارف روسي؟ يعني منطقيا مش هتعرف تقول له. فعشان كده البنك قرر ان هو يجيب ناس اجانب تعرف تتكلم باللغات بتاعه الاجانب التانية. فعشان كده لو انت عربي تعرف او انجليزي انت هتتقبل. طيب تعالي قولي لنا على التفاصيل واحده واحده، وازاي نقدم، وكمان على المرتبات عشان احنا لسه لحد دلوقتي مش عارفين. متقلقوش، كل ده هفهمه لكم بالتفاصيل التفاصيل، وهقول لكم ازاي كمان تقدموا، وهقول لكم على اهم الشروط اللي لازم تكون موجوده عندكم علشان بنك تنكوف يقبلكم، وهقول لكم على خدعه كده حلوه علشان برضو تتقبلوا. بس كملوا الفيديو. طيب يا سيدي، واخر جزء وهو جزء المرتبات. جزء المرتبات علشان نركز مع بعض واحدة واحدة كده، وركز واسمع. جزء المرتبات هتتعامل على حسب مجهودك. يعني ايه؟ انت قلتي من شوية 40,000. ايوه انا قلت 40,000، بس يعني ما تجيش تشتغل ساعة او ساعتين في اليوم وتبقى منتظر اخر الشهر تاخد 40,000. الشغل في روسيا بيتحسب بالساعة، فعشان كده لو انت حابب تشتغل وتضعف مرتباتك فانت لازم تضعف عدد الساعات. انت مش هتتحرك من مكانك، انت هتشتغل من البيت. انت مش هتعمل اي مجهود، انت بس هتقعد وهتبدأ ان انت تستقبل اتصالات عن طريق النت، او ان انت هتكتب للناس او العملاء اللي بتحكي بلغات تانية على الكيبورد ايه المفروض يعملوه لو واجهوا مشكلة بالشكل ده. فعشان كده ما تجيش انت تشتغل طول الشهر مثلا 10 ساعات وتبقى عايز 40 روبل. لا سوري، يعني انت افورت قوي. المفروض على الاقل في اليوم مش تشتغل 10 ساعات بس، على الاقل في اليوم لازم تشتغل 5 ساعات علشان تقدر توصل لمبلغ كويس قوي اخر الشهر. طب ما انت قلت 40,000. ايوه انا قلت 40,000، بس ده مش معناه ان انت هتبقى نايم في البيت وتنايم على السرير ومش بتشتغل وتلاقي نفسك في الاخر واخد 40,000. لا طبعا، البنك مش عبيط علشان تتوصلوا للمرحلة دي. لازم يتحسب لك عدد ساعات معينة بتعمل فيها شغل وبتشتغل، وطبعا كل ده بتكون انت متراقب علشان البنك تثبت للبنك ان انت بتشتغل. فعشان كده ما تعملش نفسك ناصح على البنك وتفتكر ان انت هتقعد في البيت او تدوس على كليك ان انت موجود في الشغل، ولما يجوا عملاء يتصلوا او يحولوا لك عملاء بتتكلم اجنبيه بتتكلم لغتك وما ترضاش ترد، في الحاله دي هتتحسب ان انت اوفر تايم ومش هتحسب ان انت موجود اصلا، وفي الحاله دي هيتلغي الساعه بتاعتك. فعشان كده نركز في النقطه دي عشان الموضوع للناس اللي عايزه فعلا تشتغل هتلاقي الفرصه مناسبه جدا. انما الناس اللي هتاخد الموضوع ان هو لعبه او هزار او مش هتعرف ان هي توصل لحاجه وعن تجربه. طيب هو فعلا حقيقي بيوصل 40,000؟ ايوه بيوصل 40,000 وعن تجربه، ودي حاجه انا بقولها لكم عن تجربه. فعلشان كده شد حيلك لما تيجي تشتغل في تنكوف، كل ما عدد ساعتك هتزيد كل ما فلوسك هتزيد. طيب هو اللي هيشتغل لي سنة هيتقارن باللي شغال لي شهر؟ لا طبعا. يعني اللي شغال لي شهر بيبدأ المرتبات معاه من 25 ل30 ألف، بس لو شد حيله هيوصل ل40,000. أما اللي شغال لي سنة فالمرتبات بتاعته بتتضاعف، وبدل ما هي بتبدأ معاه من 25 ل30 ألف، لا بتبدأ معاه من 30 ل40 ألف. ولو شد حيله المرتبات بتتضاعف ل50 و60 ألف. فعشان كده ركزوا في النقطة دي، ولو انت عايز هتوصل. طيب من شروط البنك الأساسية علشان تتقبل زي ما قلت لكم، هقول لكم على شروط وكمان على كام تكاية كده عشان تتقبل. أول حاجة إن يبقى عندك فيزا تينكوف. لو مش معاك فيزا تينكوف وتيجي من انت تكتب الاستمارة فيقولوا لك هنحول الفلوس على ايه، تكتب لهم فيزا بنك تاني، فدي سوري يعني عيب في حق البنك، لان هو محتاج ناس يشغلها موجودة في البنك، مش محتاجة ناس ان هو تكون من بره البنك يعني. فعشان كده لو انت حابب تشتغل
تنكوف اول حاجه لازم تعملها وهو ان انت تعمل فيزا تنكوف. فيزا تنكوف هتسهل عليك كتير قوي، بتقدر ان انت تحول عليها من مصر، وانا هقول لكم طريقه جديده تقدر ان انت تحول عليها من مصر بطريقه سهله وسريعه، وكمان الخصم اقل. فاستنوا الفيديو اللي جاي عشان هقول لكم على الطريقه دي. طيب، وتاني حاجه، ايه تاني حاجه اللي المفروض التركايه اللي اعملها علشان بنك تنكوف يقبلني؟ هقول لكم يا سيدي. بنك تنكوف بيخليك ان انت تشتغل اونلاين تدريب لمدة اسبوع. في تكاية كمان حلوة، ان البنك ده بيخليك يديك ملف وبتدرسه، وبعد اسبوع او في خلال يومين 3 ايام انت ممكن تقدم على الامتحان، وفي حالة ان انت نجحت اضمن نفسك ان انت تقبل. طب انا اعمل ليه كده يعني؟ ما هو مديني اسبوع. اقول لك تعمل كده ليه؟ لان انت بالنسبة للبنك واو، ده طالب مجتهد او ده شخص مجتهد، من اول يومين خلص الفايل وكمان امتحن ونجح. لا، احنا مش هنسيبه، احنا اكيد ده هنشغله معانا. قبل ما تكتب استمارة لطلب الشغل في تينكوف لازم تعمل فيزا تينكوف. مبدئيا فيزا تينكوف مش بتاخد عليها اي فلوس، بس علشان تتفعل لازم ان انت تدفع من عليها اي حاجة بقيمة 300 روبل اول مرة علشان تدفع. لو انت ما فعلتهاش برضو يعتبر ان انت لسه مش شغالة معاك فيزا تينكوف. طيب انا عملت الفيزا وتمام وكل حاجه، ابدا ازاي بقى عشان اشتغل في فيزا تنكوف؟ عشان اشتغل في بنك تنكوف هقول لكم تبداوا ازاي. طيب انت بعد ما مليت الفيزا، خلينا متفقين ان هنعمل الخطوه دي بعد ما نملي الفيزا. لما بنخلص الفيزا هندخل على الاستماره. الاستماره دي هلاقيها موجوده فين؟ هسيبها تحت في اول كومنت مثبت، هي وكمان استماره الفيزا، هسيبهم اول 2 فعلشان تعرفوا ان هم دول، او كمان في صندوق الوصف. ولو انتوا بتتفرجوا للفيديو على الفيسبوك هتلاقوها برضو في اول كومنت. طيب انا عملت، ابدا ازاي؟ بص يا حبيبي، انت لما بتيجي تملي الاستماره كل الحكايه ان انت بتلاقي الاسم، تكتب اسمك وبتقدر تكتبه بالانجلش مفيش مشكله لو انت مش عارف روسي، بس تقدر ان انت تفتح الفيزا اللي موجوده على الباسبورت عندك وتنقلها زي ما مكتوبه وتكتب الفاميليا ايما اوتشسترا. فاميليا اسم العيلة، إيما اسمك، أوتشسترا الاسم الأوسط. بالمناسبة يا شباب، عشان لاحظت ناس كتير قوي، احنا في مصر الفيزا بتاعتنا بتبقى موجودة اسم واسم عيلة بس اسم الأوسط مش موجود. يعني باقي الأسماء اللي موجودة عندنا في مصر واللي هو اسم الأب والجد وهكذا بيتحسب ان هو اسمك مع اسمك، بيبقوا 3 أسماء، واخر اسم موجود عندك في الباسبورت هو ده بيتحسب اسم العيله. فعشان كده لما تيجي تكتب البيانات ما تتلخفنش، احنا ما عندناش اسم اوسط، احنا عندنا اسم العيله واسمك بس، ما عندناش حاجه تاني. بعد كده تكتب تاريخ ميلادك وكمان حابب تشتغل ايه، وكمان هقول لكم حابين تشتغلوا ايه. تكتب ان انت حابب تشتغل من البيت اونلاين، وكمان حابب ان انت تشتغل على الرد على العملاء. بعد كده في نفس الاستمارة بتكتب ان انت حابب ان انت معاك لغات انجليش، روسي، عربي، هندي، فرنساوي، مغربي، اي لغة معاك. حط كل ده مش هيأزم يعني. حط اللغات اللي عندك واستنى لمدة يوم او يومين وهيرنوا عليك وهيقولوا لك تعمل ايه علشان تكمل باقي التفاصيل. وبس كده. اتمنى يكون فيديو النهارده عجبكم وكمان استفدتوا منه، فما تنسوش بقى تعملوا لايك وسبسكرايب، وكمان ما تنسوش تعملوا لي فولو على الانستا، ما تنسوش تعملوا لي فولو على الفيسبوك. بحبكم كتير، كانت معكم مونيكا، باي باي.